السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. بنغير بقى في المحتوى شويه مع بعض. جاي اقول لكم على تتبيله البانيه. انا بتبل البانيه ازاي؟ اول حاجه انا بغسل البانيه كويس جدا وبنقعه في الليمون شويه عشان نتخلص من الزفاره بتاعه الفراخ. بعد كده بغسله كويس من الليمون واصفيه من ميته، وبعدين بحط عليه بصلايه مبشوره. ممكن تحطي البصلايه المبشوره وممكن تحطي بس ميه البصل، يعني تبشري البصلايه تصفيها من ميتها وتحطي الميه هنا على البانيه. وطبعا البصلايه المبشوره دي بيبقى عليها ملح وفلفل اسود واي بهارات انت بتحبي تستخدميها. بحط هنا البصلايه او الميه بتاعه البصل، بحط كمان يعني سنه كده صغيره من الكركم يديني لون اصفر حلو. وبحط كمان يا جماعه اللهم صل على النبي بضايه. وبحط كمان معلقه كده مش مليانه قوي، يعني مش كبيره ولا صغيره، من الزبادي. وممكن نحط ربع فنجان من اللبن. كل ده اللبن او الزبادي بيطري الانسجه بتاعه اللحمه، سواء كان فراخ يعني بانيه فراخ، او ممكن اللي هو البفتيك برضو بيطري لحم البفتيك. دي التتبيله دي بتمشي مع البفتيك ومع البانيه. تمام. ده هنا كده بسيبهم مع بعض بتاع ساعتين 3 في التلاجة لحد ما البانيه يتشرب خالص زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وزي ما قلت لكم ان اللون الاصفر ده لون الاصفر من سنه الكركم والبضايه اللي انا حاطه. ده بيوفر عليا اني احطه في بيض وارجع احطه في بقسماط واحطه في بيض واحطه في بقسماط. لا، كل التتبيله مع بعضها بالشكل ده. وتعالوا نشوف الناحيه هنا في ايه. هنا معايا في بقسماط ناعم، ومعايا شويه دقيق، ملح وفلفل اسود حسب الرغبه، وبخلطهم مع بعض كويس جدا. معايا كده اهو الكفر الخارجي بتاع البانيه زي ما انتم شايفين، بقسماط ودقيق ملح وفلفل اسود. وهنا بحط بقسماط ودقيق لان بحس ان برضو الدقيق بيطري لي البانيه شويه، انما البقسماط لوحده بحس ان هو بينشف البانيه. فانا بحب اعمل خليط بين الدقيق وبين البقسماط، ما بحطش بقسماط بس. وبعدين لازم احط ملح وفلفل اسود واي بهارات ممكن تحطيها عشان تدي طعم برضو للكفر الخارجي بتاع البانيه. هنا معايا خطوة مهمة جدا، وهي لازم تنزلي لو انت حاطة بصل مش مية بصل، تنزلي كل البصل اللي موجود على قطعة البانيه عشان لما تيجي تحمريه ما يتحرقش في الزيت ويعمل ريحة مش كويسة. هاجي هنا وهحط البانيه كده زي ما انتم شايفين في الكفر الخارجي ده، وهعمل زي ما قلت لكم بعد ما اخلص الكمية اللي معايا. وهي دي الكمية اللي كانت معايا. تمام. تبلتها كلها بالشكل اللي انا قلت لكم عليه. باخد من الطبق من التتبيله العاديه احطه في البقسماط والدقيق زي ما قلت لكم. وطبعا زي ما انت حابه تعملي في البقسماط والدقيق اعملي، عايزه تعملي البقسماط بس اعملي اللي يريحك. بس انا بقول لك اني انا بحس ان معايا يعني عامه البقسماط بينشف والبانيه، ولما بحط شويه دقيق كده بحس ان البانيه كده طري جوسي مش ناشف. بعمل ايه بقى؟ طبعا الكميه دي انا مش هعملها كلها، بعملها على 3 مرات. وباخد يعني حوالي 3 أو 4 قطع اعملهم جنب شويه مكرونه. وبعدين ممكن في مره تانية اطلع واعمل، وبيبقى متبل، بيتشال متبل عادي كده في الفريزر متغطي. انا بغطيه على فكره بستريتش رول اهو، بورق ستريتش زي ما انتم شايفين. وما بتطلعيه تحمريه عادي جدا، بيبقى جاهز معاكي. مش لسه بقى هتتبلي وتعملي وتحمري، لا هو بس هيبقى على قد التحمير، وانا بعمل كده على طول. لكن لو جاي لحد هعمل الكميه دي، انما احنا لوحدنا كده لا، هما حوالي 3 أو 4 قطع كفايه جدا، عشان لو عملت كتير هيقعد ومش هيتاكل، واحنا مش اكيله قوي اصلا، ما بناكلش كتير يعني. بس فالكميه دي ممكن تعمل معايا على 3 مرات. دول معرفش قد ايه، بس يعني مش عارفه والله، بس يعني مش عارفه، اقل من كيلو بكتير يعني، مش عارفه. المهم يعني ما علينا. هي دي كانت تتبيله البانيه معايا النهارده. وحبيت لو انا كنت هحمره دلوقتي كنت هوريه لكم طبعا بعد التحمير، لكن انا زي ما بقول لكم بشيله وقت ما احتاج بطلع منه واحمر. بس فيديو بسيط اهو، ان شاء الله باذن الله يعجبكم، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.